كنز معلوماتي على السريع. تخيل كده يا صديقي، في حضارة كانت بتتحكم في العالم كله مش بالسحر ولا بالذهب، بالحديد. من حوالي 3200 سنة، في وقت كان كل الشعوب لسه بتستخدم النحاس والبرونز، ظهرت حضارة اسمها الحيثيين في الأناضول، تركيا حاليا. كان عندهم سر محدش في العالم يعرفه، هو سر الحديد. الوقت اللي الناس كانت بتكسر سيوفها البرونزية في المعارك، كان الحيثيين بيستخدموا سيوف حديدية بتخترق كل حاجة. السر ده خلاهم أقوى جيش في العالم وقتها، وانتصروا على جيوش ضخمة من مصر لحد بلاد ما بين النهرين، العراق. الحديد وقتها كان نادر جدا، صعب يسيح ويتشكل. لكن علماء الحيثيين اكتشفوا طريقة يسخنوا معدن لحرارة عالية جدا ويفصلوا عن الشوائب. يعني أول مصنع حديد في التاريخ كان عندهم. بس زي أي سر كبير اتسرب لما مملكتهم وقعت حوالي سنة 1200 قبل الميلاد. بدأ الحدادين اللي كانوا عارفين السر يهاجروا وينقلوا المعرفة للشعوب التانية. يعني الحديد ده يا صديقي مش مجرد معدن وخلاص، ده سبب في قيام حضارات وسقوط ممالك. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.